السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بتخاف من الأسود أو ما بتخافش؟ بتحبها أو بتكرهها؟ بس قدامها مش هتملك غير إنك تقف تتفرج على الجمال وتقول سبحان الله اللي سخر الحيوانات دي وخلاها بعيد عننا. ورغم قوة الأسود بس مفيش أكتر من الإنسان اللي قدر بكل جبروت يخلي حتى أقوى حيوانات على الأرض تتعرض للانقراض أو أساسا تنقرض. معانا النهاردة قايمة بأكتر أسود مهددة بالانقراض، وفي منهم اللي نادر كمان انك تشوفه. ويلا بينا نشوف اول اسد. ورقم واحد معانا هو اللايجر، وده هجين من ذكر الاسد وانثى النمر، وهو الاكبر حجما بين كل السنوريات المعروفة والموجودة. ولان السباحة من اهم سمات النمور فهو بيحب السباحة جدا واجتماعي زي الاسود. وبيرجع تاريخ تهجين الاسد والنمر لاوائل القرن ال19، وبيعتقد انه حصل لاول مرة في الهند سنة 1798. ولما تشوف اللايجر هتشوف اثار قوية جدا لشكل الاسد وشكل النمر. ملامح وشه وراسه فيها شبه كبير جدا من الاسد، وفيها برضه النقط اللي واخدها من النمر. ورغم انه شبه الاسد قوي بس ما عندهوش لبدة على رقبته، ولكن هو قوي جدا. واتولد اول لايجر ابيض معروف في ديسمبر سنة 2013، وده كان في ولاية كارولينا الجنوبية في امريكا، من اسد ابيض وانثى نمر بيضة. والاعتقاد السائد بقى ان اللايجر هو اكبر قطة موجودة في العالم لحد دلوقتي، لأن طول الذكر بيعدي أكتر من 3 متر ونص. ورقم 2 معانا الأسد الأثيوبي، وده معرض لخطر الانقراض. والعينات أثبتت تميزه عن الأسود في حديقة حيوان أديس أبابا، وإنه مش من أي مجموعة من الأسود البرية في أثيوبيا. ومع ذلك تم جمع أسلاف الأسود دي من البرية في أثيوبيا، وبعد كده تم ترتيبها عبر الأجيال المتعاقبة في حديقة الحيوان من غير ما يجيبوا أي أسود تانية للموقع. وتم أسر الأسود الأصلية، وتم الاحتفاظ بالأسود دي في مجموعة خاصة للإمبراطور هيلا سيلاسي، وكانت مميزة وراثيا. لكن للأسف اللي فاضل منها عدد قليل جدا من مجموعات الأسود، حوالي 200 إلى 250 أسد بس. والعلماء كمان لاحظوا أن بعض الأسود في أثيوبيا عندها لبدة كبيرة بتمتد من الراس والرقبة والصدر للبطن، وكمان بتكون أصغر في الحجم من باقي الأسود. ورقم 3 معانا أسد إشاشة. فصيلة إشاشة دي مختلفة خالص عن باقي الفصائل، لأن الفصيلة دي عندها هواية غريبة قوي، هي إنها بتحب تتسلق الأشجار، وبتعتبر بكده فصيلة نادرة جدا. هي بتتسلق الأشجار عشان تدور على الأكل، والغريب كمان إنها بتنام على الأشجار. في ناس بتقول إن اللي بيدفع الأسد للقيام بتسلق الأشجار هي رغبته في الاسترخاء، بس العلماء أكدوا إن الأسد بيعمل كده عشان يحمي نفسه من لدغات ذبابة التسيتسي اللي هي ذبابة الفاكهة، وفي نفس الوقت حماية نفسه من الافتراس. ورقم 4 معانا أسد السنغال أو أسد غرب إفريقيا. بيعيش في السنغال ونيجيريا، وبيعتبر واحد من أكتر الأسود المهددة بالانقراض. وبيقال إنه من أصغر الأسود اللي بتعيش في إفريقيا من ناحية الحجم. والعلماء بيقولوا إن الفصيلة دي مش فاضل منها غير 400 أسد ولبقة، ومنهم 250 أسد بالغ، وده طبعا بسبب الكائن الكيوت اللي هو الإنسان والصيد الجائع. الفصيلة دي حاليا بتعيش في حديقة الحيوان وبس، وده دليل على مدى سوء تعامل الإنسان مع الطبيعة والحيوانات. ورقم 5 معانا أسد كاتينجا أو الأسد الأنجولي. بيعيش الأسد ده في أنجولا وزيمبابوي وزائير والجزء الغربي من زامبيا. وبالرغم من إن عنده أماكن كتير يعيش فيها، بس برضه حيوان نادر، ومن طبيعته القتال المستمر على الأرض مع أي حد، ذكور أو إناث. وطول الأسد بيكون ما بين 2 متر ونص ل 3 متر، والأنثى طولها بيتراوح ما بين 2 متر إلى 2 متر و60 سنتي. وبيتراوح وزن الأسد ما بين 140 كيلو جرام ل 245 كيلو جرام، ووزن الأنثى ما بين 110 إلى 170 كيلو جرام. ورقم 6 معانا الأسد البربري أو الأسد النوبي أو أسد الأطلس، وده كان بيعيش في شمال إفريقيا. وكتير من العلماء قالوا إن الناس سموه أسد شمال إفريقيا، وبيعيش تحديدا في المغرب ومصر وتونس والجزائر. وبسبب عمليات الصيد الجائر اللي بيقوم بها الإنسان تناقص عدد الفصيلة دي جدا وتعرضت للانقراض. ولكن بعض العلماء بيأكدوا إنه لسه بيعيش في الزمرات، ويقال إنه طوله ما بين 3 إلى 3 متر ونص، ووزنه بيتعدى ال 200 كيلو جرام. وبيعتقد إن الأسد ده انقرض تماما سنة 1940. وفي مؤسسات كتير بتقول إنها عندها الأسد البربري، وطبقا للإحصائيات ففي حوالي 40 أسد بربري موجودين، ولكن يعتبروا في الأسر لأنهم مش في البرية ولا في حياتهم الطبيعية. الأسود البربرية
البربرية دي كانت من ضمن الأسود اللي أخدوها الرومان لما غزوا شمال إفريقيا، وكانت بتصارع المصارعين بتوعهم، فكانوا بياخدوها من شمال إفريقيا ويودوها روما تصارع المصارعين في حلبة المصارعة. والأسد البربري انقرض تماما من غرب ليبيا سنة 1700 تقريبا، وفي تونس اتقتل آخر أسد بربري سنة 1891، وفي الجزائر اصطادوا آخر أسد بربري سنة 1910، لأنه العثمانيين كانوا بيشجعوا الناس إنها تصطاد الأسود في تونس والجزائر، وكانوا بيدفعوا فلوس كتير قوي لأي حد يجيب لهم أسد، لأنهم كانوا بياخدوا جلود الأسود يلبسوها للجنود عشان الناس تخاف منهم. ورقم 7 معانا الأسد الأبيض أو أسد جنوب أفريقيا. العلماء أكدوا إن في أسد لونه أبيض كان بيعيش في جنوب أفريقيا من قرون، ولكن المشاهدة الفعلية للأسد ده تمت لأول مرة سنة 1938. والأسود دي لونها كده بسبب خاصية نقص التصبغ أو اليوسيزم، لكن البعض كذب الكلام ده. وسنة 1975 العلماء أثبتوا إن كلامهم صح، واتضح فعلا إنه كان في بالفعل ذكر وأنثى في حديقة كروجر للحيوانات في جنوب أفريقيا ولونهم أبيض، بس صفات الأسد ده وخصائصه اللي بيتمتع بيها مش زي باقي الأسود اللي احنا نعرفها دلوقتي. وسنة 2004 حقق صندوق حماية الأسد الأبيض أول إعادة للأسود البيضاء لموطنها الأصلي، واستمروا يتكاثروا ويصطادوا في البرية، وتم الإبلاغ عن أول حالة ولادة جديدة لأسد أبيض في منطقة كروجر. ورقم 8 معانا الأسد الأسود، وده بقى بيعتبر واحد من أكتر الحيوانات النادرة اللي عايشة معانا على الكوكب. العلماء بيقولوا إن الفصيلة دي مفيش منها غير 2 بس، وللأسف ال2 ذكور مفيش إناث، يعني معنى كده إن إحنا نقدر نعتبره انقرض. وكانت سنة 2012 أول مرة حد يصور الأسد ده. هو عنده أنف بنفسجي كبير، وده بيخلي ناس تقول عليه إن هو قبيح، ومن الصعب على أي شخص أو أي مصور إنه يصوره لأنه نادر جدا، وده اللي مخليه مميز. ورقم 9 معانا أسد الماساي، وده بيعيش في شرق أفريقيا، وهو واحد من الأسود النادرة والخطيرة، وموجود بأعداد كبيرة في أثيوبيا وكينيا. والأسد ده بقى مختلف عن غيره من الأسود بإن ظهره منحني بطريقة واضحة، ورجليه طويلة جدا، والذكر عنده لبدة كثيفة وسودة حوالين الرقبة. وبيقال إن الأسود البالغة عندها مخالب وأنياب أقوى من أي أسد تاني، بالإضافة إن عندهم القدرة إنهم يعيشوا في ارتفاعات بتوصل ل 800 متر، وبيتراوح طول الذكر ما بين 2 متر ونص إلى 3 متر، والأنثى بيتراوح طولها ما بين 2 متر إلى 2 متر ونص. ورقم 10 معانا الأسد الآسيوي، وكان بيطلق عليه الأسد الفارسي لأنه كان في تركيا، ولكن حاليا هو موجود في الهند بس. هو عدد صحيح قليل جدا لدرجة إن معظم العلماء بيقولوا إنه أوشك خلاص على الانقراض. وهو من الأسود متوسطة الحجم، وبيشبه في حجمه أسد شمال وغرب إفريقيا. وزنه ما بين 160 إلى 200 كيلو جرام، ووزن الأنثى من 110 ل 125 كيلو، وده بيخلي أي شخص يشوفه سهل يميزه. بس شعر اللبدة مش كثيف، ودانه باينة جدا من اللبدة. ولولا منظمة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة اللي هي IUCN ومواردها ما كانش حد قدر يشوف الأسد ده. الأسد الآسيوي حاليا بيعيش في الهند، وبالتحديد في منتزه جير الوطني والمناطق المحيطة به في ولاية جوجرات الهندية. الأسود الآسيوية أقرب وراثيا لأسود شمال وغرب إفريقيا، ولكن اللي بيميزه عن الأسد الأفريقي هو إن خصلة الديل عنده أكبر. وبكده نكون استعرضنا اللي عرفنا نوصل له من أكتر الأسود اللي انقرضت واللي مهددة بالانقراض بسبب الإنسان والصيد الجائر. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، وأتمنى تدعموني باشتراك ولايك وكومنت حلو زيكم كده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.